السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم، يا رب تكونوا بخير وبصحة بأحسن حال. النهاردة كده هنعمل أكلة حلوة وجميلة. هنعمل كده كفتة بصوص المشروم، هنعمل كده كفتة فراخ. لو حابة كده تستبدليها بلحمة بتمشي، بس هي كده بتبقى جميلة بالفراخ كفتة بصوص المشروم. طبعا كده معانا المقادير، معانا كده مشروم فريش متقطع، معانا بصلة كبيرة مفرومة ناعم، معانا كده صدرين فرخة مفرومين، معانا فصين توم. طبعا دي المقادير اللي هنبدأ بيها الأول. طبعا كده هيكون معانا التوابل بتاعتنا والملح والكلام ده. يبقى الكفتة اللي بصوص المشروم، مشروم، بصل، صدرين فراخ مفرومين، فص توم مفروم ناعم. طبعا كده هنشيل المشروم على جنب. نبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم. الفراخ بتاعتنا المفرومة، ننزل كده بالبصلة، ننزل كده بالثوم. طبعا كفتة جميلة جدا جدا. ننزل كده بنص معلقة فلفل اسود، ننزل كده بالملح، معانا كده نص المعلقة. طبعا كده معانا ربع المعلقة الكبيرة السبع بهارات. طبعا يبقى كده ضفنا على الفراخ البصل المفروم والثوم والملح والفلفل والسبع بهارات. دي بس التوابل والبهارات بتاعتنا. طبعا كده لسه في حاجات تانية هنضيفها احنا وبنشتغل على النار، نمشي كده على الخطوات واحدة واحدة، هنلاقيها سهلة وجميلة، انما كفتة في منتهى الجمال. نبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم. نخلط كده الكفتة الفراخ أصل المفرومة مع البصل والتوابل اللي احنا ضفناها وفص الثوم. طبعا كده لو حابة تستبدليها بلحمة تبقى جميلة جدا، نفس المقادير ونفس الطريقة، بس ندمجهم كده مع بعض كويس. كده بنحس ان هي اتكونت معانا عجينة، كله كده اختلط مع بعضه. طبعا انت ممكن كده تعجنيها وتريحيها كده يا رب كده لو 10 دقايق، تبقى جميلة برضو معاكي. طبعا كده خلطنا المكونات كويس. طبعا كده هنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم نشتغل. طبعا احنا كده هنعملهم كور، نشتغل كده فيها بالراحة. الكرة دي كده حلوة، لو حبها اصغر من كده ونركن كده في طبق. ناخد واحدة تاني، كور كده متساوية على قد ما نقدر. طريقة حلوة وسهلة وجميلة جدا بالشكل ده. ونركن كده على جنب لغاية كده لما نخلص كل الكمية. طبعا كده هنخلص كل الكمية، هناخدها ونروح على النار ونبدأ نشتغل على النار. طبعا كده كورنا كل كمية الكفتة كانت معانا. طبعا كده هناخد كريمة الطبخ وهناخد كده المشروم، وهنروح نبدأ نشتغل على النار في الكفتة الجميلة بتاعتنا اللي بصوص المشروم وكريمة الطبخ. طبعا كده معانا طاسة، هننزل كده بسم الله الرحمن الرحيم بمعلقتين زيت، عليهم كده معلقة زبدة. لازم كده مع الزبدة تحط كده معلقتين زيت عشان الزبدة ما تتحرقش مننا. طبعا كده ونسيبهم يسيحوا مع بعض ويسخنوا كده شوية. طبعا كده الزبدة ومعلقتين الزيت سخنوا كويس، سخنوا كده مش قوي. طبعا كده نزلنا بكرات الكفتة اللي عملناها. طبعا كده مش هنقلب دلوقتي، نخلي كده الكفتة كده تشد بس كده شوية وبعد كده نقلب. طبعا كده الكفتة بتاعتنا خدت كده لون حلو ذهبي على اول جنب، نقلبها كده. طبعا وصفة جميلة جدا في منتهى الجمال والحلاوة. طبعا كده والزبدة بيخلي لها طعم كده وريحة، تتبيلتها بسيطة جدا.
طبعا كده هنسيبها تاخد لون على الجنب الثاني ونبدأ كده نكمل. طبعا كده الكفتة بتاعتنا اتحمرت كده على كل جنب، نبدأ كده ننزل بالمشروم. طبعا كده هي خلاص تقريبا كده دخلت في 3/4 سوا، يعني نقلب كده عادي، مش هنخاف تتفتت مننا ولا اي حاجة. طبعا كده هنقلب كده المشروم شوية لغاية كده لما تحس ان كده مفيش مية كده نشفت كده من الكفتة والمشروم. هي أكلة لذيذة جدا جدا. طبعا كده قلبنا المشروم. طبعا كده معلقة دقيق كبيرة بس مش مليانة قوي، ننزل كده على المشروم والكفتة بتاعتنا. نفضل كده نقلب. معانا كوباية لبن. طبعا انت كده لو اللبن اللي معاكي طازة وفريش ممكن كده تستغني عن كريمة الطبخ وتعملي باللبن، انما كده لو معاكي لبن بودرة تستعملي كريمة الطبخ. ننزل طبعا كده بكريمة الطبخ. طبعا كده ونقلب ونخلي كده النار هادية شوية. طبعا كده كفتة بصوص المشروم رهيبة جدا. طبعا هي كده لسه ما غليتش، هنسيبها كده تغلي. طبعا كده هي بتغلي معانا، نشوف كده الملح بتاعها عشان احنا كنا مملحين الكفتة. لا كده هتحتاج سنة ملح تاني، سنة كده صغيرة، وسنة كده فلفل بس كده تمام. شايفين كده القوام بتاعها كده جميل. هي كده هتغلي 4 دقايق 5 دقايق، هيتقل معانا كده شوية، هنبقى عملنا احلى واجمل كده كفتة بصوص المشروم، حاجة كده رهيبة جدا. طبعا كده الكفتة الجميلة الرهيبة بتاعتنا اللي بصوص المشروم. طبعا كده الصوص تقل معانا مش قوي، احنا مش عايزين صوص تقيل. طبعا كده بعد 5 دقايق غليان الصوص مع يعني اللبن مع كريمة الطبخ كده تمام استوى. طبعا كده شايفين احلى واجمل كده طبق كفتة بصوص المشروم وكريمة الطبخ معانا جاهز على الاكل، مع حبة كده رز ابيض بالشعرية، حاجة كده في منتهى الجمال. يعني كده دي عشاء او غدا بتبقى ممتازة جدا، وجبة فيها كده كاملة متكاملة من كل حاجة، ومعاها الرز، حاجة كده رهيبة. انا مش قادرة اوصف لكم طعمها عامل ازاي، اللي هيجرب هيحكم بنفسه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.